السلام عليكم. ما تجوني بروح لكم. صباحكم الله بالخير. امس مو سولفت وياكم؟ مو لقيتكم على الجسر؟ مو حاشيتكم بهدوء قلبي وعمري وابويا وباباتي وعمار ولا لا؟ مو قلت لكم ابويا لا توقفون على الجسر؟ مو قلت لكم لا توقفون نهايه الجسر؟ اسالكم بالله، مو قلت لكم اقدر لكم بالسجن؟ مو قلت لكم راح تجي الدوريه وخافت عليكم الدوريه؟ مو قلت لكم اخذ اجازتك وسنويتك واذبك بالحجز؟ مو لا؟ وقلت لهم قلت يا عمي ما راح نبسط. فعلا ما لقيتكم على الجسر، لقيت غيركم. ها شو توقفون هنا ابوي؟ انا ادري، مو ما ادري، انا ادري، يشهد الله عليه ورسوله. انا ادري انت لو عندك امكانيه وعندك فلوس تقدر تكمل دراستك، انا ادري والله. ولو عندك تروح تتزوج، ولو عندك تشتري سياره، ولو عندك تشتري لك بيكم، لو عندك مو لا. ادري مشاعر قلبك وادري وراك عائله، والله ادري. بس يا ابويا يا حبيبي يا وليدي، شوفون الوزير والسيد العام والمرور مال الدقار كلها والعميد زياد، الكل قاعد دير بالكم على الناس، دير بالكم على الناس. هنطلع بيهم تعبانين، ما يخالف، ضب لسانك ورخيدك، ضب لسانك ورخيدك، في سبيل سير اموركم وقاعد نحس معكم. والله لو نطبق قانون 10 من قانون المرور وياكم يا اهل الدراجات والسكتر وحق امير المؤمنين، فلا واحد منكم ضد الشارع. مو لا. لكن تاكد الوزاره بالرحمه بالانسانيه، ورغم هذا يقول لك طبق القانون. انا سليم كان هسه اذا اوقف على الجسر او باي مكان بالحسين اذا ما كذبت 30 او 60 واحد، لكن هم ما عنده قابليه، يا لو جذا كذا واحد ولا اثنين، مو لا. فابويا اللي يحاكيكم بادب واحترام من رجل الدوله من رجل القانون، الله برواحكم. نقدر نحكي كل شيء نقدر نسوي، لكن يا ابويا انتم ولدنا، انتم ولدنا يا بعد بيتي، لا توقفون بالغلط. بويا من اسمه هو غلط لا توقف. تسمعني ابويا؟ سبق ونزلت مقطع ويمكن شفتوه على ابو السمك، الناس صورتنا كفيلك محمد. يعني ليش انتم ليش تتمادون بالغلط؟ ليش تتمادون بالمعصيه؟ ليش تتمادون بارتكاب المخالفات؟ يا بابا يا حبيبي رجاء يا ولدي، وانتم كلكم اصغر من ولدي، شيلوا حالكم قدامي ولا توقفون بالغلط. شوفكم مكان زين ان شاء الله، والرزق على الله ممدود ما محدود، والله يحفظكم بحق محمد وآل محمد. يلا وليداتي يلا. هسه انا اجيكم بادب واجيكم باحترام، يجيكم غيري يكذبك ويذبك بالسجن، وجماعتكم مو ذبوهم بالساهرون وما ذبوهم، عليكم الله. هذا مو بالسجن، انت ذاك بالسجن من صبح الليل. اسالك بالله جاك واحد مثلي باسلوب تعاملي؟ هسه انا ما اقدر اجيب الدوري يكذبك من هذه الكذبه هذه ويذبك بالحجز، يقدر ولا ما يقدر؟ لا والله. وبعد تتوسل ليش؟ قاعد اقول لك حبيبي، قاعد اقول لك عمري، قاعد اقول لك تاج راسي، قاعد اقول لك وليدي. شغل يلا شيل عون اخيك، عون اخيك بابا، يلا عون اخيك بابا حمودي، عون اخيك بابا تعال شيل يلا. وريد كلام رجال مال وليداتي بعد ما تبسطون دور. يلا بابا يلا يا حبيبي، الكلام الكلمه الطيبه، الكلمه الطيبه صدقه، والليله جمعه ان شاء الله، والله تسدينكم. يلا بعد عمري شو راضك ابوي؟ يلا. تعبت والله يا ابوي، تعبت والله، حتى ريجي بس يا ابوي والله تعبت. حاير بين الرحمه والانسانيه بيناتنا، وحاير بين تطبيق القانون. ما يصير هيك يا ابوي، مليت والله مليت. هسه خاف يصير حادث، خاف سياره وتقعد تتار تجي عليكم تقرفكم كرف. ابوك وامك يتانيك امتى تجينا؟ يمتى تجيب لنا خبيزه؟ واذا سياره داعمتك وراتتك بالنص. هاي مثل هاي الدرجه من هاي المن هاي. يلا تعال بابا تعال. يلا عم يلا بسرعه ابويا. والله عم يصير تعال كذي قبل الطابه العطاس. يلا ابوي الله يطول عمرك ابوي. الله يعينك وجاء سهل. يلا. يجي واحد يقول تلحق على الفقير، تلحق على الفقير، ما تركض على فلان وفلان. يا اخي انا احب الفقير هذا، انا خادم الفقير، انا جاي خدمه بعيون الفقير. اقول له حافظ عليك يا ابوي، لا توقف، خاف تتاذى، خاف تدعمك سياره، وهذا المكان غلط يا ابوي. الله يكرم عليك، الله يجزيكم ان شاء الله بحق الحسين، الله يكرم ابوي. والله تعبت يا ربي، والله تعبت، الله يكون بعونهم بحق محمد وآل محمد. اي والله الله يزيد خيركم جاه الزهره.